السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا هعمل فطيره التفاح او كيكه التفاح او حاجه حلوه جدا جدا سهله وسريعه بالتفاح، وهي كان طعمها جميل جدا. كانت عامله زي البسبوسه او البسيسه او الهريسه. هي حلوه جدا، بديل صحي لل الهريسه او البسبوسه، او يعني طعمها كان قالب للطعم البسبوسه قوي. انا بقول لكم كده عشان انا عملتها واكلتها، حسيتها بالطعم ده، ما حسيتهاش كيكه، ولكن حسيتها بسيسه او بسبوسه او حاجه حلوه كده بالتفاح. هتعجبكم قوي. مقاديرها سهله وبسيطه: بيضايه واحده وتفاحيه واحده. هجيب بيضايه ورشيت عليها رشه من الفانيليا، وهبشر تفاحه واحده. اي حاجه بقى، حمراء خضراء صفراء، اي تفاحه عندك هتبشريها كويس جدا. ونص كوبايه من جوز الهند، ونص كوبايه من الشوفان، بس هي كده. وجبت تفاحيه تانية وقطعتها شرايح زي ما حضراتكم شايفين، ورشيت عليهم رشه عسل ابيض. انا ناسي اقول، حطيت مع التحليه كان عسل ابيض. والطريقه الحلوه الممتازه جدا اللي هتخليها تبقى هشه قوي، السر نص المعلقه البيكنج باودر اللي قلبتها في الخليط اخر حاجه. هنا ما اقول لكم ان ده زبيب انا اللي عاملاه، انا منزلاه على القناه. ده زبيب، كان زبيب الاحمر، وطبعا نشفته، والطريقه موجوده على القناه، اللي حابب يشوف الطريقه يعملها. بنجيب الزبيب طبعا، نغسله كويس جدا ونسقطه في ميه مغليه، ونطلعه ونحطه بقى في صواني كده مدهونه زيت، ونغطيها بشاشه في الشمس تبقى حلوه، او تحطيها في فرن هادي. طريقه سهله جدا بتاعت الزبيب، وطلعت نتيجه زبيب فوق الروعه، حلوه جدا. انا بعمله كل سنه، ما بشتريش زبيب في رمضان او الحلويات بتاعتي، دايما انا اللي بعمل الزبيب في البيت، والطريقه على القناه. هنا بقى انا خلصت، واقول المقادير تاني. المقادير كانت نص كوبايه شوفان، نص كوبايه جوز الهند، ربع كوبايه عسل ابيض، ربع كوبايه زيت، ويكون زيت جوز الهند. قلبت كل المقادير مع بيضايه واحده ورشه قرفه. التفاح بيحب القرفه، انا رشيت رشه قرفه على البيضه، كنت رشه فانيليا. قلبت الخليط كله، وبعدين اخر حاجه كنت حطيت رشه البيكنج باودر. تمام. دخلت الفرن وطلعت من الفرن، بس الزبيب زي ما حضراتكم شفتوا كده استوى جدا مني. الطريقة حلوة وجميلة وهتعجبكم، بسيطة خالص. بيضاية واحدة وتفاحتين، عملنا احلى صينية واحلى حلويات. مش معنى ان انتي عاملة دايت مش هتاكلي حلويات، لا، ما تحرميش نفسك واعملي حلويات. هتلاقيها طعم البسبوسة. طبعا البسبوسة دي في الدايت ما تنفعش خالص، ولكن دي حلوة وقريبة جدا من البسبوسة. ممكن تاكليها في الوقت ده سناكس بقى. انصحك تاكليها الصبح، ما تاكليش اي حاجه خالص بالليل، حتى ولو كانت بالشوفان. انا اكلتها كده بعد الغدا سناكس على المغرب كده، مع كوبايه النسكافيه بتاعتي. اللي عارفني انا بشرب نسكافيه بلاك، معلقه لبن بودر ومعلقه نسكافيه بلاك، بس مش بحط سكر نهائي. انا هنا اكتفيت بالعسل اللي موجود في تفاحه الفطير دي، او بسبوسة التفاح. جميلة جدا وبسيطة وسهلة وحلوة. يا رب الطريقة تعجبكم، جربوها. اللي بتعمل دايت ونفسها تاكل اي حاجة حلوة، تقوم تجيب تفاحة ونص كوباية جوز الهند ونص كوباية شوفان، موجود كل الحاجات دي في البيت، وتشتغل على طول. تشيلي بقى الزبيب، وتضيفي ممكن مكسرات، عين جمل، سوداني، لوز، اي مكسرات عندك ممكن تحطيها من غير خالص. استبعدي اي مكسرات واي زبيب، براحتك خالص. هي كلها اضافات، طبعا اضافات صحية. بوريكم، شايفين استوت وحلوة جميلة جدا جدا. حتى ما طبعا البايركس حطيته على الصاج في النص. يا رب الطريقة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.